بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. بإذن الله، لمن يسمع هذا الفيديو أول مرة، أتشرف بأن حضرتك تدعمني وتشترك في هذه القناة اللي أنا بحاول أن أنا أقدم فيها محتوى نافع على قد ما أقدر. أنا أخوك يوسف الأنصاري، صيدلي. لو أنت ما تعرفنيش وبتسمع الفيديو لأول مرة، في هذا الفيديو أنا هقرأ وهتلو بعض الآيات من القرآن الكريم، وهوهب ثوابها صدقة جارية على واحد من أعز أصدقائي. كلما أجلس معاه كنت كل ما قابله برتاح نفسيا، لأنه هو زميل تختة من أولى ابتدائي، كل ذكرياتنا مع بعض، وكان دايما بشوش، كان سبب الضحكة في الفصل كله، وكان مش عايز أحكي عن تفاصيل حياته لأنها بالنسبة لي شيء مقدس وشيء محترم ويخصه هو، لكن أنا بحكي على طيبته وطيبة قلبه. وكان يحب يستمع إلى الإذاعة كثير، وكان يحب يستمع للراديو، وكانت في صفات الأدب والجمال. أنا مش مصدق ربنا يحسن ختامنا إنه هو حاليا بين يد الله عز وجل. ومش معنى ان انا بقرأ قرآن او كده ان انا شخص على قدر كبير من الصلاح، بالعكس انا بدعوكم ان ربنا تدعوا لي ربنا يغفر لي ذنوبي ويغفر لكم ذنوبكم، ويحرم اجسادنا على النار. اي محاولة ربنا يجعلنا من الذين اعترفوا بذنوبهم، واخرون اعترفوا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، عسى الله ان يتوب عليه. ده مش أول فيديو أنا أوهب ثوابه لحد من المتوفين بعد الرجوع للعلماء في جواز ذلك الأمر. تمام؟ فأنت بتتلو القرآن وتتدبر القرآن، مش بس تتدبر، تستمتع بالأذن. إذا كنت من الجماعة السميعة تستمتع فقط بالصوت الجميل والمقامات الصوتية الجميلة، ولكن أيضا أدعوك إنك أنت تفكر شوية في الآيات، تتدبر في الآيات. ربما هذه الآيات تؤثر فينا وتجعلنا نرجع إلى الطريق المستقيم جميعا. فعشان ما أطولش على حضراتكم، أنا هبدأ بإذن الله بالقراءة بطريقة الحدر، اللي هو الترتيل، لأن الترتيل أيضا يجوز أن يطلق عليه تجويد، فالتجويد لغة التحسين، ومنها نراجع. ففي هذه الحلقة صدقة جارية على روح صديقي وحبيبي الغالي، ربنا يجعله يا رب من أهل الفردوس الأعلى. وأتمنى أنكم تدعوا له صديقي علي عادل الحكيم رحمه الله، وجعله من أهل الفردوس الأعلى يا رب. يا رب اجعله يتمتع في جنتك، واغفر له وأحسن ختامنا، وأمتنا على شيء ترضاه عنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين،
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك أن تهبني ثواب هذه القراءة خالصة لوجهك الكريم وأن تهب مثل ثوابها إلى روح صديقي وزميلي علي عادل رحمه الله تعالى وجعله من أهل الفردوس الأعلى إن شاء الله. ربنا يجعله من أهل الجنة يا رب. وبإذن الله ألقاكم على خير في تلاوة قادمة على روح عزيز فقدناه وله ذكريات معنا نحكي عنه بعض هذه الصفات الجميلة حتى نقلدها ويكون هدفنا هو الوصول لنفع في المجتمع لما نجلد إحنا الناس المحترمة الناس الكويسة ونتذكرها ببعض الآيات الجميلة ونهب هذا الثواب على روحهم. يعني زي الختمة كده اللي بتتعمل في الصعيد بس هعملها من خلال هذه القناة ومش بتاخد مني وقت. كل اللي بحتاجه تسجيل الصوت وصورة لهذا المتوفى ونحكي شوية عن قصته في دقائق معدودة. فأنت بترجع للفيديو وبتسمعه وتعرف عن حكاياته وبتدعيله وتعرف حكاية جديدة حقيقية لأبطال ولأعزاء علينا فقدناهم رحمهم الله تعالى وجعلهم من أهل الفردوس الأعلى. عشان علي غالي عليا وعزيز عليا يعني كان بيحب صوت جدا في القرآن وأنا صوتي زي ما انتوا عارفين يعني زي ما انتوا سامعينه كده من الأصوات اللي هي فيها بعض الغنى وبعض الناس بتقول عليه حلو يعني لكن هو الصوت متواضع. ولكن إكراما لحبيبي علي سأتلو أيضا له تلاوة أخرى قصيرة نهب ثوابها لروحي. معليش على عدم التركيز لأن أنا بسجل الفيديو ده في الصيدلية بعد عمل يوم كامل محتاج تركيز دقيق في تسليم الأدوية للمرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله